السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي كتسول حنايا فين كنتواجدو، حنا كنتواجدو في مدينة أولاد سيما نواحي أكادير، وكنديرو التوصيل لجميع المدن. يعني كنديرو التوصيل بالليل كيوصل عند الناس في الصباح، وكاين كما كتشوفوا معنا السلعة الحمد لله بخير وعلى خير. اللي بغى شي حاجة ومهتم تواصل معنا على الرقم اللي تحت الرابط الشاشة، ومرحبا بالجميع. متنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا معنا في القناة باش كيبقى يوصلكم كل جديد. وكنعطيو النصائح بالنسبه للناس اللي عندهم مريض او عندهم شي مشكله، كيف تقديتوا عندنا كيف تقديتوا من عند ناس اخرين. الله يسهل على كل واحد. اي واحد عنده شي مشكل واخا يصوني لينا او يسولنا على المشكل اللي عنده، راه حنايا ما كندخلوش عليه وكنعطيو جميع المعلومات. وبالنسبه للناس اللي عندها مشكل في تربيه الدواجن او ما كتصدقش ليها، يعني خاصها تبدا بواحد الكميه قليله باش كتوالم مع الدجاج. من بعد باش كتولي تعطي في الدجاج خاصها تاخذ كميه كثيره. يعني الانسان ما يزربش اللي كيكون يلاه بادي، الاحسن يبدا بواحد 100 او 200. يعني حتى كيف كيقولوا ياخذ الفورماسيون ديالو مع ديك 100 او 200 او المهم من 60 حتى ل 200. انا على حسب لي سباس اللي عندك، على حسب المسرح اللي عندك، الارض اللي كتسعب انك قادر انك تعطي فيها، او موفر لها الماكله ديالها، الادويه، كاع اللوازم ديالها. يعني بنادم ياخذ جميع احتياطاته. غير انا ما كنصحش للمبتدئين انهم ياخذوا واحد كميه كثيره ويلاه بادين البروجي. بالنسبه للناس اللي كتخلط عندها الفروج والدجاجه، يعني الدجاجه اللي كتكون عندها 3 شهور او 4 شهور، يعني مازال ما صالح انك تخلط معها الفروج تكون كثير. يعني خصها تكون كميه قليله وما تخلطهاش معها حتى كتبدا ترشد الدجاجه، باش ما تمرضش الدجاجه وباش ما تاخذش بزاف ديال المواقف اللي هما كيكثروا الدجاجه على انها تنتج مزيان البيض، ان تكون في صحه مزيانه. يعني من الاحسن ان الانسان يعزل الدجاجه على الفروج، لان كتكون في ديك الفتره يلا عندها 3 شهور او 4 شهور، يلا الدجاجه تبارك الله كتكون يلا غدا يعني في حد الجو اللي هو مزيان عندها. بالنسبه للناس اللي يلا مبتدئين. اما بالنسبه للناس اللي عندهم خبره، يعني راه هما عارفين كاع المشاكل اللي كيكونوا في الدجاج وكاع الانتاجات ديال البيض، وشنو السلالات اللي تعطوا البيض وشنو السلالات اللي ما تعطوش البيض. والله يوفق الجميع ومرحبا بكم في مزرعتنا الدجاج المغربي. مع السلامه، الى اللقاء.